معنى هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، ليس معنى الحديث كما تفعلون تسابقون الإمام بالتأمين. لا يكاد الإمام ينتهي من قراءة ولا الضالين ويقف بالنون الساكنة الواضحة ليأخذ نفسا ليقول رافعا صوته آمين، وإذا بالجمهور من المصلين يسبقونه بآمين. لماذا؟ وعلى ماذا يدل هذا؟ على غفلة المصلين، وأنهم لا يحضرون عقولهم مع قراءة القارئ الإمام الذي بين أيديهم، ولذلك فهم يقعون في مثل هذه المخالفة الجلية. وإن تعجب فعجب كل العجب أن هناك أحد إخواننا الذين يخطبون كل جمعة في مسجد صلاح الدين، ألا وهو الأستاذ الفاضل أبو مالك، كلكم يعرفه إن شاء الله، في كل صلاة جمعة لا يكبر إلا بعد أن ينبه الحاضرين الذين سيصلون خلفه: لا تسبقوني بآمين. ويا سبحان الله، كأنما يتكلم بالجماد، فلا يكاد يقرأ أول ركعة ولا الضالين إلا يضج المسجد بآمين قبل أن نسمع تأمينه، بل لا نسمع تأمينه لأنه يذهب مع تأمين المصلين بدل ما يذهب تأمين المصلين مع تأمين الإمام. لذلك أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين، بهذا الحديث الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم